بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. كنت قرأت مرة مقولة عجبتني أوي، بتقول: كن لها رجلا تكن لك أنثى، وكوني له أنثى يكون لك رجلا. يعني دلوقتي إحنا مخلوقين، وربنا جاعل كينونة وتركيبة وخلق جسمنا غير بعضنا. الراجل ما بيولدش وبيرضع، ولا الست بيبقى فيها حاجة من الرجولة. طيب امال ايه اللي بيحصل؟ ولخبطت العلاقات دي، تلاقي علاقات فيها الست هي اللي واخده دور الراجل، والراجل واخد دور الست. يا ترى هنا ايه اللي في العلاقة دي سيء، ولا ايه اللي فيها مغلوط؟ كلنا في خلقنا فينا الهرمونات الاتنين، بمعنى ان فينا للرجولة وللأنوثة، الست كذلك والراجل كذلك. بس الهرمونات دي المفروض الإنسان بياخدها بمعدل بميزان. بمعنى ايه؟ الراجل دلوقتي لقى موقف وحش بتتعرض ليه الست او الاولاد او اهل البيت، فبطبيعة الحال عشان هرموناته تبقى عالية في الرجولة فتظهر في المواقف دي. فين؟ في الدفاع عنها لما يبقى فيه هجوم عليها، في الأذى، في المواقف القوية، في تعبها يهمه بيجري، في أكلهم وشربهم يطلع راجل يحارب، ما يطلعهاش بره. بالليل تعبت، ابنها تعب، ينزل يجري بهم الاتنين، ما يسيبهاش في نص الليل تطلع هي وهو نايم على السرير. هنا هرمونات الذكورة بتبقى منخفضة تماما، فهنا لازم تترفع فيبقى راجل. في الوقت ده هي بتكون أنثى، لما بتلاقيه هو اللي صوته عالي وخشن ومحترم وقايم بدوره وقوام، غنيها بالمال وبالراحة وبالطيبة وبالأخلاق، بطبيعة الحال بتبقى أنثى من غير ما تعمل في نفسها حاجة، حتى ولو فيها بعض الأخطاء. ولكن حينما يختل ميزان الرجل وتلاقيه هو اللي بيبرفن، مش برفان رجال يعني، بياخد من حاجتها، بيتكلم كلامها، بيرقص بإيديه مثلا، يتهز، يتمايل. طبيعة الحال الأنثى مكتملة الأنوثة لو وقعت في علاقة ذكورية بتكون هي الراجل. طب ليه؟ ما هي أساسا عايزة تشوف راجل عشان يكملها، لأن هي أنثى فمحتاجة حركات غير اللي بيعملها، مش طبيعة. كذلك الأمر، تقوم هي هرموناتها تتشقلب، لاقيه منه ميل فهي اللي بتخشن، لاقيه منه رفعان صوت فصوتها بيعلى، لاقيه مفيش دفاع فهي اللي بتقف وتحارب، لاقيه مفيش موده فهي اللي بتقوم، لاقيه ان مفيش ومفيش. عدوا بقى سبل وسائل عده، فما بتلاقيش. فبالتالي خلل العلاقه بيجي من عدم ضبط الهرمونات مع بعضها. فلكن كل الست وكل راجل لما يظبط هرموناته